السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا مدرس إزاي أقدر أسجل وأعمل كورس بكل بساطة على منصة درسلي؟ في البداية بتروح تدوس على تسجيل دخول بالشكل ده، وبتبتدي ناحية الشمال تحط الإيميل واسم المستخدم ورقم موبايلك ونوع حسابك وتعمل كلمة مرور. هنشوف كده إزاي. أنا كده حطيت كل البيانات المطلوبة مني وبدوس على إنشاء حساب. بيجي يقول لي ان تم انشاء الحساب بنجاح وهيتم مراجعه الطلب، وخلال دقائق بيتم الموافقه على طلبك. بعد ما بيتم الموافقه على حسابك تقدر تسجل دخول بالايميل اللي انت عملته بالباسورد اللي انت عملته، وتدوس على تسجيل دخول هيفتح معاك عادي جدا. بعد ما بتسجل دخول بيفتح معاك السيستم والمنصه بالشكل اللي ظاهر قدام حضراتكم ده كده. دلوقتي عايزين نبتدي علشان خاطر نرفع اول درس لينا. لو جينا وقفنا على الاسم بتاعنا فوق ودوسنا على كلمة عرض الملف الشخصي بالشكل ده، هتلاقي الداشبورد الخاصة بالمدرس هي اللي موجودة ناحية اليمين كده، بس هتلاقي جنبيها كلمة يلزم الاشتراك، وده علشان خاطر مفيش خطة للحساب بتاعك. عشان تعمل خطة، لو رحت لخطط المدرسين كده هتختار الخطة المناسبة ليك سواء كانت سنوي أو شهري، وتكتب كود الخصم بتاعك بالشكل ده، وهتدوس على كلمة تطبيق هيقول لك كود الخصم صحيح، وهتبص تلاقي ان كل الخطط اللي مفتوحة قدامك انخصم منها نسبة الكود اللي هي تقريبا 50%، وبتبتدي تختار الخطة المناسبة ليك عادي جدا من كلمة اشترك الآن، او ممكن تتواصل مع الدعم الفني وهم يأكتفوا لك الخطة بدون ما انت تحتاج حتى تروح هنا. بعد ما بتختار الخطة بتاعتك بالشكل ده خلاص قال لك ان الخطه بتاعتك هي الخطه الاحترافيه، وتبتدي كده ممكن تروح للملف الشخصي، تقف على اسمك وتروح للملف الشخصي مره تانية، وممكن تبتدي بقى من هنا تنشئ دوره جديده. اول ما بتيجي تنشئ دوره جديده بتبتدي الاول تحط عنوان للدوره، ولتكن اللغه العربيه اولى ثانوي بالشكل ده، وتبتدي تحط شويه بيانات ومعلومات عنها. تبتدي تحدد مستوى الصعوبة تخليه جميع المستويات، وحالة الدورة بتاعتك تخليها دلوقتي قيد المراجعة. بتبتدي من هنا تختار الصف الدراسي اللي انت موجه له الدرس ده، وليكن الصف الأول الثانوي، وبتبتدي تختار المرحلة الفرعية بتاعته ثانوية عامة أو بكالوريا. بتبتدي تختار المادة العلمية بتاعتك كمان اللي هي اللغة العربية، ولو عندك صورة مصغرة وده طبعا أكيد لازم يكون موجود علشان خاطر دي بتعمل شكل للبروفايل بتاعك، بتبتدي تدوس على السهم ده وتبتدي ترفع الصورة المصغرة زي ما ظاهر قدامنا كده، وتدوس على كلمة إنشاء دورة. كده أنت خلصت الغلاف بتاع الدورة بتاعتك بكل بساطة وفي كلمتين. طيب إزاي أقدر أضيف الدروس؟ هتنزل تحت بعد ما عملت إنشاء دورة، هتنزل تحت تلاقي في زرار عندك اسمه منشئ الدورة ظهر عندك، هتبتدي تدوس على إضافة درس، وإحنا هنعمل الدرس الأول القراءة مثلا أو أيا يكون الدرس. حابب تضيف شوية معلومات عنه بتبتدي تضيف هنا. من هنا بتبتدي كلمة الوحدة دي، لو في عندك وحدة بالفعل أنت كنت عاملها وكنت شغال معانا قبل كده فبتختار الوحدة من هنا. أما لو أنت أول مرة تشتغل معانا فبتعمل إنشاء وحدة جديدة وبتسميها وليكن مثلا الوحدة الأولى أو أيا يكون المسمى اللي عند حضرتك. هنا بيبتدي نوع الفيديو. هنا في عندك 3 اوبشنات للفيديو، اما ان الفيديو ده موجود على جهاز حضرتك فهتبتدي تعمل له رفع من هنا، او ان الفيديو ده انت كنت رافعه اوريدي لليوتيوب فبتبتدي تحط اليوتيوب لينك بتاعه هنا، او ان الدرس ده هيكون زوم ميتنج فبتبتدي تحدد ميعاد الزوم بتاعك كده، وليكن مثلا الحصه دي بكره الساعه 8 بالشكل ده، وتدوس كده خلاص كده في زوم ميتنج بكره ليك الساعه 8. من هنا بتبتدي تحدد المنطقه الزمنيه، لو انت شغال في مصر فهتشتغل هتختار كايرو، لو التسجيل او الزوم ميتنج اللي انت هتعمله ده عايزه يتسجل بشكل تلقائي فبتفعل الزرار ده كده، لو الدرس بتاعك عايز الطلبه بتاعتك تسال عليه فبتبتدي تفعل الزرار ده كده. تمام كده. لو الدرس بتاعك ده هتخليه مدفوع يعني مش مجاني، الطلبه بس المشتركين معاك هم اللي يقدروا يشوفوه فبتختار مدفوع. لو الدرس ده يكون مجاني متاح لاي طالب فبتختار مجاني وبتدوس على حفظ الدرس.
بالشكل ده. كده الدرس بتاع حضرتك اتحفظ تمام، وما تنساش تنزل تحت وتعمل تحديث للدورة. لو عايز اعمل امتحان على الدرس ده بدوس مرة واحدة من زرار منشئ الدورة كده على الدرس، وبختار اما اضافة اختبار او اضافة واجبات. لو هتضيف اختبار بتبتدي من هنا تعمل كده وتدخل عنوان الاختبار، وليكن اختبار على الدرس الاول. ومن هنا بتبتدي تحط شوية معلومات لو انت حابب على الاختبار، ومن هنا بتبتدي تختار الاسئلة بتاعتك، نص السؤال، وليكن ما معنى كذا بالشكل ده. وتبتدي تحدد نوع السؤال، صحيح وخاطئ ولا اختيار واحد ولا اختيار متعدد. اختيار واحد يعني الطالب هيختار إجابة واحدة بس، وهنا بتحدد عدد النقاط وليكن 3 نقط مثلا، وبتحدد ان الإجابة بتاعت السؤال ده مطلوبة ما ينفعش الطالب يسيبها، وبتبتدي تحط الاختيارات بتاعتك، وليكن اختيار 1 وده اختيار 2. ولو عايز تحط كمان اختيار بتيجي على زرار إضافة خيار وتسمي اختيار 3، وتضيف كمان خيار وتسمي اختيار 4. وبتبتدي من هنا تختار الإجابة الصح علشان السيستم يصحح تلقائي. تيجي كمان على إضافة سؤال وتحط كمان سؤال عادي جدا، ما المقصود بكذا وليكن يعني، وبتختار نوع السؤال لو صحيح وخاطئ او اختيار متعدد او اختيار واحد. اختيار متعدد يعني الطالب يقدر يختار إجابتين او 3 على حسب اللي انت محدده. فانا هخلي النقط بتاعت السؤال 3 درجات يعني، وهنا هخلي الإجابة مطلوبة. نص الاختيار هبتدي احط الاختيارات بتاعتي، مثلا اختيار 1 واختيار، طبعا انا بحط الاختيارات دي كديمو، ونضيف كمان خيار من هنا وهنسميه اختيار 3، وهنضيف كمان خيار ونسميه اختيار 4. وبنبتدي نحدد من هنا الاختيارات الصحيحة وليكن رقم 1 ورقم 3، ونقدر نضيف كمان سؤال براحتنا خالص، ونقدر نحذف من هنا. ولو دوسنا على إنشاء اختبار بالشكل ده يقول لك تم إنشاء الاختبار بنجاح. أصبح الدرس بتاعك، هندوس على تحديث الدورة كمان مرة اهو، أصبح الدرس بتاعك زوم ميتنج وعليه اختبار. عايز تشوف هتروح للمعاينة كده، هيوريك شكل الكورس بتاعك، ده شكله، دي الصورة اللي ظاهرة للطلاب بتوعك. من هنا ده الدرس الأول قراءة، والدرس طبعا لأنه زوم ميتنج فظاهر لك لو طالب هيدوس على انضم للاجتماع، لو مدرب اللي هو حضرتك هتبدأ الاجتماع. وفي هنا كمان اختبار على الدرس الأول يقدر الطالب يحله وليكن مثلا بالشكل ده، ويرسل الإجابات وبيقول له على طول نتيجتك عاملة إيه وأخبارك إيه، وبتوصل لك على طول الدرجات بتاعة الطالب بتاعك. وإن شاء الله أشوفكم في تسجيلات جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.